نرحب فيك الشاعر الكبير شاعر هوازن الأستاذ والمؤرخ عبد الرحمن العطاوي الشيخ المعروف، ونحن الآن متواجدين في المغرب في ضيافة الشيخ حمد بن حمدان المهيان، ولنطرح عليك سؤال عن قبيلة الرشادة، تعطينا بس نبذة بسيطة. مرحبا على كيس المعازيز، والله يحييك يا الأخ سلطان، والأخ سلطان كما لخفى الإعلامي المتوازن الشهير والكاتب الصحفي اللي ينتقي ما يكتب. وأما عن قبيلة بني رشيد، نعم، فهم كما لخفى على الجميع جمرة العرب عبس، وكانوا يمتدون من الجوى غربية القصير نعم، إلى الصوب والصمان تبديرها الحدرة. يقول عنتر: وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالصلب والصمان والمتكلم. نعم، الثريم. هالحين صار اسمهم بني رشيد، مثل ربيعة صار اسمها وايد، ثم صار اسمها عنزة. نعم، اي حنا كنا هوازن، نعم، ثم صرنا عتيب، نعم. وهذا لا يعاب على بني رشيد. أما يا طويل العمر عن الزبون، نبي تحديدا عن الرشايدة، هذا في المقطع الثاني. اللي وشو؟ أنا نقول بس عن الرشايدة. أنا الرشايدة قلت في العرش، نعم، وقلت الجغرافية اللي غطونا يرجعون إلى إذا مضى. لا أقرب نسب لهم عيال عمومتهم هوازن. لا، لما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منهم محاربة الفرس وامتنعت هذه القبيلة لأسباب. خليني أقول بالنسبة إن العرب زعلانين عليهم إلى الآن. نعم، سبب هذا الزعل وسبب هذه المقاطعة. الزعل يا طويل العمر كانت الفرس مهيمنة على الجزيرة العربية. نعم، على كاسرة. نعم، فقام هاني بن مسعود الشيباني من وائل من عنزة، نعم، فطلب من القبائل أن تحضر كلها كاملة لمحاربة الفرس في ذي قار، فامتنعت عبس إلا أن تكون القيادة لها، فلم تحضر ظنا منها على شجاعتها وقوتها والخيل اللي عندها، ظنا منها أنها إذا ما حضرت ولا أعطوها القيادة أنهم ينهزمون العرب. فنصر الله العرب وانتصروا. نعم. فسألوا الرسول اللهم صل على محمد عند يوم ذي قار، قال: هذا يوم انتصرت فيها العرب على العجم بفضل من أبناء ذهل بن شيبان وبي نصروا وقصرت عبس. نعم. صاروا العرب يزعلهم عليهم المقاطعة وكل شيء أبدا، إلا أنهم في جغرافيتهم الجزيرة العربية. نعم. أي ما راحوا عنها. طبعا امتدوا شوي للصومال إلى الكويت إلى السودان قبل. نعم. إيه. هذا بالنسبة لقبيلة الرشايد. هذا بالنسبة لقبيلة الرشايد. مشكور يا أبو نواف وعسى عمرك طويل. تسلم. شكرا ألف. تسلم. خليك